من شوية كنت قاعدة في حوش الحضانة وسرحانة شوية في أكتر من حاجة، وفجأة وبدون أي مقدمات سمعت صوت طفل بيقول: أنا بحبك أوي يا مس فاتن. اتخضيت من صوت الطفل اللي كان بيقول الجملة دي. بصيت ورايا لقيته بيتمرجح على المرجيحة في حوش الحضانة. بصيت له بابتسامة كبيرة وقلت له: انت سايب فصلك ليه بقى وطالع تلعب؟ هي مش الفسحة خلصت؟ بصلي بحزن وقال لي: ما انا محدش بيحب يلعب معايا. قلت له: معلش يا حبيبي، انا هبقى العب معاك، بس قولي الاول اسمك ايه؟ رد عليا وقال لي: انا اسمي كريم يا مس، بجد هتلعبي معايا؟ قلت له: طبعا يا كريم، يلا بقى على فصل. راقبته بعناية لحد ما دخل المبنى، وقعدت لوحدي في الحوش شبه مكتئبة، لسه خارجة من طلاق تقريبا دمر كل حياتي وخلاني أبدأ من الصفر. أبويا وأمي ماتوا، ملحقتش أخلف، وكمان مفيش شغل، ولولا كرم ربنا إني لقيت شغل في الحضانة دي من 3 أسابيع بس، وكمان رحت أعيش في شقة أخويا المسافر. بصيت للسما ودموع على خدي، وذكرى يوم طلاقي بتمر قدام عيني. طلاق علشان ما بخلفش، من القهر والوجع. يا ريتك احتسبت الأمر عند ربنا وكملنا مع بعض، كنت بحبك أكتر من أي حاجة في الدنيا. قمت من مكاني، دخلت الحمام وغسلت وشي ورحت على الفصل علشان أدي الدروس للأطفال. في اليوم التاني وقت الفسحة خرجت أجيب كوباية شاي من عم عبده، قعدت أشربها وراقب الأطفال وهم بيلعبوا. حسيت إني هنتمي للمكان ده بكل كياني بعد كده، عالم كله براءة ونقاء. مستحيل تلاقي طفل كاره طفل وبيضحك في وشه زي العالم بتاعنا. لفت نظري على السور كان قاعد كريم لوحده، حسيت بقلبي بيوجعني عليه. قمت قربت منه بابتسامة وقلت له: قاعد لوحدك ليه بقى يا كيمو؟ ضحك قوي أول ما شافني وقال: بابا اتخانق مع ماما النهاردة وفضل يضربها ويقول لها انت السبب، وانا ما بحبش حد يضرب ماما. بصيت له بشفقة كبيرة وقلت له: طيب روح العب دلوقتي ونبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. لقيته ضحك وجري على مرجيحة وركبها مع زميله، وعدى اليوم بكل هدوء. وانا حسيت بشفقة كبيرة تجاه كريم. في اليوم اللي بعده وبعد الفسحة كنت متعودة اخد راحة ربع ساعة. قعدت في الحوش ورجعت ذكرى طلاقي تطاردني من تاني، وبدأت دموعي تنزل لوحدها. ووسط شرودي سمعت صوت طفل بيبكي ورا مرجيحة من المراجيح. قمت بسرعة بص لقيت كريم كالعادة. بصيت له بتعجب وقلت له: بتعيط ليه يا كريم؟ قال لي: بعيط عشان حاجتين. قلت له: ايه هما بقى؟ قال لي: علشان انت بتعيطي وانا بحبك قوي. ابتسمت وقلت له: طيب والسبب التاني ايه؟ قال لي: علشان بابا ضربني النهارده قوي وانا خايف اروح. حسيت بقلبي بينفطر على كريم. حاولت اطمنه وقلت له: انا هروح معاك النهارده واتكلم مع بابا، يمكن ده ما كانش اختصاصي، ده اختصاص مدرسة شؤون الطلاب، بس طالما الولد حكالي انا يبقى لازم اشوف بيحصل ايه في بيته. بعد اليوم استنيت كريم وخدته معايا في تاكسي على العنوان اللي قالهولي. وصلت البيت اللي كان عبارة عن بيت كبير حواليه جنينة وأشجار. لقيت كريم استخبى ورا شجرة وقال لي: أنا خايف. حاولت معاه بكذا طريقة بس ما كانش بيتجاوب معايا. قلت هتكلم مع والده وابقى اجيبه. خبطت على الباب شوية وفتح لي راجل أربعيني عنده شنب كبير وملامحه قاسية. مساء الخير. مساء النور، مين حضرتك؟ أنا مدرسة كريم في الحضانة. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. لا متشكرة، أنا بس حابة أتكلم معاك شوية عن كريم. في اللحظة دي ظهرت واحدة ست وابتسمت لي. بصيت لها بابتسامة وقلت لهم: كريم ابنكم بيتأثر بمشاكلكم مع بعض، وده بينعكس على نفسيته وعلى دراسته في الحضانة. لقيت نظراتهم اتحولت لغضب، وأبوه بصلي بغضب وقال لي: انت جاية تهزري ولا بتقلي أدبك؟ ذهلت من الصدمة وقلت له: واضح ان فعلا الطفل كان عنده حق، وان حضرتك أب غير مسؤول. بصيت ورايا لكريم وقلت له: واضح ان بابا ما بيحبكش يا كريم. لقيت حد بيمسكني بعنف علشان أصرخ. بصيت لوالده بخوف علشان يبص في عينيا بقوة ويقول: انت بتكلمي مين يا مجنونة انت؟ كريم ابني مات في الحضانة عندكم من شهر. بعدها بص لمراته بغضب وقال: انت السبب، لو كنت وديتيه الحضانة اللي قلت عليها ما كانش مات. كلامه خلاني احس ان جسمي كله اتخشب من الصدمة. بصيت ورايا ناحية كريم، ما لقيتش حد ورا الشجرة. نزلت درجات السلم ال3 وطلعت اجري زي المجنونة. كان التاكسي واقف منتظرني. ركبت التاكسي وانا منهارة وجسمي كله بيترعش. بصلي السواق التاكسي وقال لي: في حاجة يا أستاذة، أساعدك بحاجة؟ بصيت له برعب وقلت له: أنا كان معايا طفل وإحنا جايين معاك من شوية.
رد وقال لي لا يا هانم، كنت لوحدك، سلامتك، حد تاه منك ولا حاجة؟ حسيت ان الدنيا بتدور بيا والسواد بيلف حواليا، وفضلت في الحالة دي لحد ما فقت ولقيت نفسي بقيس الضغط في صيدلية، وسواق التاكسي بيشربني مية بسكر. شكرته وشهمته وطلبت منه يروحني لحد البيت. وصلني فعلا ورفض ياخد اي فلوس، وساب لي رقمه علشان لو احتجت حاجة. طلعت شقتي، حسيت اني في غيبوبة، مش مستوعبة اللي حصل. خدت مسكن قوي ودخلت انام فورا. وفي منتصف الليل سمعت صوت في نومي، صوت طفولي بيقول لي يا ميس فاتن. الصوت كان بيتردد جوه وداني زي صدى الصوت. من كتر ما اتردد صحيت وانا قلبي بيدق وجسمي عرقان. شربت شوية مية كانوا جنب السرير وحاولت انام تاني، بس بدأ الصوت يجي من بره وداني من تحت السرير. يا ميس فاتن انا بحبك قوي. جسمي كله اتجمد زي الاموات، وعينيا برقت من الفزع، وانفاسي وقفت عن الخروج. يا ميس فاتن مش بترد عليا ليه؟ صدري بيطلع وبيهبط بسرعة، وقلبي بيدق بعنف. يا ميس فاتن ردي عليا. وفجأة سمعت صوت حركة جاية بتزحف تحت السرير، وظهر كريم. كان واقف قدام السرير بيبصلي بهدوء. عينيه كانت مفيهاش أي أثر للحياة، ووشه أبيض زي التلج. قرب مني وحط إيده على إيدي. أول ما لمسني حسيت بلوح تلج نزل عليا. جسمي اتنفض مرة واتنين وعشرة. لساني اتشل عن الحركة. لقيته اتكلم وقال مش هنلعب يا مس؟ فضلت اتشنج مكاني واشهق بدون اي كلمة. كمل كلام وقال انت وعدتيني يا مس ولا هتعملي زيهم وما تلعبيش معايا؟ فضلت بصله بفزع وما بنطقش. يا مس انا كده هزعل. بدون مقدمات لقيت رقبته اتحركت بطريقة مخيفة واتكسرت خالص. سمعت صوت طقطقة العظم. راسه بقت ساندة على كتفه بطريقة مرعبة، وبدأ يصرخ بصوت عالي. حسيت وقتها اني بموت، روحي بتخرج مني. صوته بدأ يزيد وسمعت صوت حاجات بتتكسر في الشقة، وبدأت أنازع علشان أتكلم. صوتي كان بيتحشرج، وقلت له خلاص خلاص هلعب معاك. لقيت رقبته اتعدلت وابتسم ووقف عن الصراخ، وقال لي طيب هنلعب هنا ولا في الحضانة؟ قلت له لا، هنا انت بتخوفني، نلعب في الحضانة أحسن. قال لي خلاص مش هزورك هنا تاني، بس هنلعب في الحضانة، ماشي؟ يلا بقى نغني ألف وباء. وبصوت متحشرج وبينازع ودموع الخوف بتنزل مني غنيت معاه. وفي النهاية أغمى عليا تماما. صحيت من نومي جريت زي المجنونة على الحضانة. دخلت مكتب المديرة وسألتها عن كريم. بلغتني إنه كان طفل معقد بسبب تربيته الشديدة ومشاكل والده ووالدته، وده للأسف انعكس على علاقته مع الأطفال، وبقى الكل بيتنمر عليه. وفي النهاية وقع من على المرجحة من شهر تقريبا ورقبته اتكسرت وتوفى. من يومها بدأ يظهر لي طول اليوم في الحضانة. أشوفه في الفصل في آخر دكة، وفي الفسحة يقعد على المرجحة وأفضل أمرجحه بيها. وبعد أسبوعين استدعتني المديرة وقالت لي إني مفصولة من العمل بسبب سلوك الغريب. عرفت إن في زميلة ليا اسمها علياء بلغت إني بفضل في الفسحة أكلم نفسي وأهز في المرجحة فاضية، وإني خطر على الأطفال. ولما المديرة اتأكدت فصلتني من العمل. يومها شفت كريم غضبان قوي، وكل اللي قاله إنه مبسوط إنه عرفني، وإنه خلاص هيروح لمدرسة تانية في الحضانة علشان يلعب معاها. وقبل ما انطق سمعته بيقول هروح ألعب مع ميس علياء. حاولت معاه، حاولت كتير علشان يستجيب ويفهم إنه خلاص مكانه مش هنا، وإنه لو قارين فحق صاحبه ربنا هيرده. وفي النهاية وعدني إنه هيستجيب ويرحل تماما. وبعد أيام رجعت شغلي بفضل الله. هتفضل الحادثة دي أكبر درس ليا لو اتجوزت وخلفت. أخلي ولادي رقم واحد في حياتي. وبقول لكل أب وأم اتقوا الله في أطفالكم، وما تخليهمش طرف في مشاكلكم، علشان ربنا هيحاسبكم عليهم.